هعمل لكم دلوقتي تشيز كيك بالمانجا. تعجبكم جدا، تحفه ولا اروع من كده. بالمانجا وبالفراوله مع بعض. الطريقه والمقادير خفيفه جدا، المقادير ما تتخيلهاش، في منتهى السهوله. نبتدي مع بعض. اول خطوه عشان اعمل تشيز كيك، جبت بسكوت. انا كان عندي بسكوت شوكولاته وبسكوت ابيض، مفيش اي مشكله. ضربت يعني قولي حاجه بتاعه 250 جرام من البسكوت، ضربتهم في الكبه، نعمتهم كويس. حطيت عليهم معلقه زبده او سمنه زي ما انت عايزه، وهضربهم تاني. وده هيبقى البيزك او القاعده بتاعه التشيز كيك. هضربهم كويس وبعد ما احطهم في صينيه التشيز كيك اللي هي بتتفتح من الجنب. هكمل المقادير. خلاص نعمت البسكوت كويس. بصي المعلقه بتاعت الزبده او السمنه اللي احنا حطيناها هي اللي خلت البسكوته تنعم. بصي بقت عامله ازاي، عشان نعمل بيها الارضيه بتاعت التشيز كيك بتاعتنا. هنزل بالمقدار كله في الصينيه. الصينيه دي مقاس كام؟ الصينيه دي مقاس 22، من 20 ل 22 ممكن تعملي المقادير اللي انا هديها لك للتشيز كيك. هبتدي انزل بالمعلقه كده لغايه ما اخلي الطبقه اللي هي هيتحط عليها التشيز كيك تكون متجانسه متصله ببعضيها. في فكرتين، في ناس بتحطها في الفرن تكمل تحميصها تاني، وبعد كده تنزل عليها بخليط الجبن اللي انا هوريهولك دلوقتي ازاي هنعمله. وفي ناس، انا من بجرب دي ودي، الحقيقه واحد مش مستاهله خالص تخش الفرن. هي كده كده لما هتخش مع بعضها هتبان. خلاص عملت سويتها كويس، لان ده الارضيه اللي هيبقى عليها البيزك بتاع تشيز كيك. وهبتدي اجهز المقادير التانيه واوريكي ازاي. الخطوه التانيه بقى بعد ما عملنا البيزك خلاص اللي هو معمول بالبسكوت، وريتك ضربته ازاي. انا هعملك تشيز كيك بطريقه جديده وتحفه وكمان خفيفه. نص كيلو من الجبنه القريش، عليهم معلقتين من بشر البرتقال او بشر الليمون زي ما انت عايزه. هحط عليهم نص كوبايه من السكر. ممكن تقللي السكر شويه لان هنحط عسل كمان عليه. بعد كده هنحط عليهم حوالي ما يعادل زبديتين من الزبادي اللي هو ال 110، يعني 220 جرام من الزبادي. ممكن تستبدلي بايه بقى بالزبادي ده؟ ممكن استبدل الزبادي ده بالفريش كريم. كل اللي هعمله ان انا هبتدي اضرب الخليط ده في الاول مع بعض لغايه ما يتخلط كويس. هوقف بس المضرب عشان اقولك انا كل اللي مطلوب ان انا مش هضرب قوي، انا عايزه بس افكك الجبنه مع الزبادي او الساور كريم او الفريش كريم. وبعد كده ابتدي احط بقيه المكونات، هضربهم عشان السكر يدوب مع الخليط اللي انا عملته. الخطوه اللي بعد كده هكون انا مجهزه انا عندي العلبه دي 400 جرام من الجبنه الكريمي اللي ملح خفيف او فيتا ملح خفيف من غير اي نكهات. انا خدت منها ربعها لان انا مش عايزه ال 400 جرام، انا عايزه حوالي 350 جرام. هنزل برده بالجبنه الكريمي اللي هي الملح خفيف. ويا ريت تستخدمي الجبن اللي هي طبيعيه. لو استخدمت الجبنه اللي هي الدهن النباتي مفيش مشكله، لان الجبنه دلوقتي بقت غاليه جدا. بس انا هعمل لك تشيز كيك تحفه بتتباع بحوالي 500 جنيه دلوقتي الكيلو بتاعها. هكمل الضرب واخلط كله مع بعضه كمان مره، بس احط كمان معلقتين من العسل. ادي مقدار معلقه وادي معلقه. هضرب الخليط ده كله مع بعضه واوريك الشكل هيبقى ايه. خلاص ضربتها كويس جدا بعد ما حطيت العسل، القوام بتاعها حلو جدا. الخطوه اللي تانيه هجيب بضايه وعليها فانيليا، وبرده هرجع اضرب برده لغايه ما تختفي. دايما ما تحطي مقدار من المقادير تضربي لغايه ما الحاجه تختفي تماما وتبقى اكنها مش موجوده. هضرب البضايه مع الفانيليا. انا عايزه اقولك بس ملحوظه، لو لقيتي الحاجه مخرزه معاكي ممكن لو عندك هاند بلندر تكملي ضرب، لو عندك ميكسر تضربي من الاصل كل التشيز كيك في الهاند بلندر زي في الميكسر عشان تطلع ناعمه تماما زي ما انت شايفاها كده. انا مش عايزه فيها اي حبيبات من الجبنه. هضرب البضاعه لغايه ما تختفي تماما
البيض بتاع يختفي تماما واوريك هيبقى شكلها ايه. ضربتها ما اختفت تماما كده. فاضل لي ان انا احط ما يعادل 40 جرام، يعني حاجه بتاعت اقل من نص كوبايه من عصير البرتقال. انا عايزه اقول لك ان انا التوبنج اللي هعمله من فوق يا اما تعملي توبنج برتقال اللي هو بالعسل زي اللي وريتهولك قبل كده في الكيكه بتاعت البرتقال، يا اما هنعمله بالمانجا. انا المره دي هعمل توبنج مانجا وهوريكي برده هيبقى شكله ايه. عصرت البرتقال كويس وبرده هضربها بحيث يختفي البرتقال برده فيه. اخر خطوه خالص ان انا هحط ما يعادل معلقتين من النشا. النشا ده بيخليها تبقى مرمله وبيدي طعم للتشيز كيك خطير تحفه. قد ايه معلقتين؟ بيساوي المعلقه بتساوي حاجه بتاعت 15 جرام، يعني 30 جرام من النشا. وبرده هبتدي اخلطهم كويس مع التشيز كيك بتاعتي. هكمل الخلط بالسباتشولا بتاعتي عشان اتاكد ان الخليط كله بقى ممزوج كويس. انت بتحسي بالخليط، بصي الخليط جميل قد ايه، بصي عامل ازاي، وهو لازم يبقى باين للسيوله كده شويه علشان بيتحط في الفرن. قدامك بقى طريقتين لحطك في الفرن. لو انت عندك فرنك برضو زي ما بقول لك كل مره، لو الفرن بتاعي قوي قوي، طبعا ده البيزك اللي انا عملته، هنزل بالمقدار بتاع الجبنه بتاعي فيها. تحفه، بصي شكله عامل ازاي، بصي الجمال. يا اما تحطيها في حمام ميه، تحطيها جوه ورق فويل، يعني تجيبي كده الصينيه بتاعتك اللي هي صينيه التشيز وتحطي ورق فويل حواليها، تقفلي عليها وتحطيها جوه حمام الميه نفسه. يا اما تحطي صينيه او حله من الميه المغليه من تحت وتسيبيها تستوي على راحتها. بتاخد قد ايه؟ بتاخد من نص ساعه الى 45 دقيقه حسب الفرن بتاعك وحسب ما تشوفيها. ما تسيبهاش تستوي زياده عن اللزوم، مش شرط يحمر وشها، على قد ما تقدري تطلع بيضه. وبعد كده هوريكي دلوقتي بعد ما احطها في الفرن طريقه عمل الصوص بتاع المانجا. هدخلها الفرن واوريكي النتيجه. دي درجه السوا توصل ليها التشيز كيك. ما حمرتش الوش، يعني جناب بس اللي تحسي ان هي احمرت شويه، شايفه ازاي. هحطها في التلاجة، المفروض انها تبات في التلاجة قبل ما تنزلي بالتوبنج عليها. هحطها في التلاجة وبعد كده اوريكي ازاي ننزل بالتوبنج عليها. بعد ما حطيت التشيز كيك في الفرن خلاص وبسويها، هكون انا بجهز اعمل صوص. انا عايز اغطي التشيز كيك بتاعتي بالمانجا. ممكن نعمل صوص المانجا وممكن نعملها مربى مانجا. انا هعمل صوص المانجا. الفرق ما بين ده وما بين ده ان مربى المانجا السكر فيها بيبقى اعلى شويه وبتحط لها ليمون عشان تحفظيها وتحطيها في التلاجة. لكن صوص المانجا اللي انا هعمله دلوقتي عشان التشيز كيك، انا هعمله من غير ليمون خالص، هعمله فانيليا بس. هحط حاجه بتاعت كوبايتين من مكعبات المانجا او كوبايتين ونص. هحط عليهم حاجه بتاعت يعني قولي كوبايه الا ربع من السكر على كوبايتين ونص مانجا او 3 كوبايات مانجا، كوبايه الا ربع من السكر، مش عايزاها مسكره قوي. هحطها على النار لغايه ما تغلي كويس وتبقى بيوريه خالص. هبتدي اضربها بالهاند بلندر وبرده اوريكي ازاي. هحطها على النار ونشوف هتوصل لايه. زي ما اتفقنا مكعبات المانجا اللي احنا قطعناها حطيناها على النار مع السكر. اول ما خدت غلوه وخرجت الميه بتاعتها زي ما انت شايفه كده، طفيت عليها وسبتها لغايه ما بردت. ده الصوص المانجا اللي احنا هنعمله مع التشيز كيك. هما طالبين مني يكون نصها مانجا ونصها مثلا فراوله، يعني في ناس بتحب الفراوله في ناس بتحب المانجا. ودي فايده ان انت تبقي عامله كل حاجه في البيت. فانا عندي طبعا برده مربى الفراوله وهوريك ازاي برده هنزوقها. المهم هنعمل الصوص ده ازاي، ان احنا هنضربه يا اما في الخلاط السائل مع المكعبات، يا اما بالهاند بلندر زي ما انت عايزه. اللي متوفر عندك اعملي بيه. انا هضربه بالهاند بلندر وبعد كده نشوف النتيجه بعد ما يتضرب كويس هيبقى شكله ايه. زي ما انت شايفه كده، بعد ما نعمت الصوص كويس
هاخده على النار، اخده غلوه، يعني هي غلوه واحده بس كده على النار، لغايه ما احس ان هو ايه، اولا تعيش اكتر، وفي نفس الوقت يندمج الصوص مع بعضه ويبقى اجمل. فانا هاخده غلوه على النار، وبعد كده اسيبه يبرد، وبعدين نبتدي نحطه على التشيز كيك بتاعتنا. طبعا التشيز كيك شلتها من البرواز بتاعها خلاص، ميمكنش التشقيقه دي نتيجه حطيتها في التلاجة فبتريح، مفيش مشكله. احنا دلوقتي هنعملها بحاجتين، بالفراوله او راسبيري زي ما انت عايزه الموجوده عندك، وكمان هنعملها بصوص المانجا. من جوه هنعملها زي ورده كده بسيطه، كل حاجه معموله في البيت وعلى ايدينا. وبعد كده هنزل عليها من الجناب بالصوص بتاع المانجا اللي احنا عاملينه. شايفه جمالها؟ بعد كده هكون انا مجهزه الصوص بتاع المانجا بتاعي، وابتدي انزل عليها بصوص المانجا. ممكن سخن وممكن يعني ممكن تسيبيه يبرد، بس انا شايفه ان مفيش مشكله حتى لو ما سبتوش يبرد. هقدر اعمل اغطيها كلها بصوص المانجا. تحفه، الريحه بس لوحدها خطيره. وبعد كده عملنا اجمل تشيز كيك بصوص المانجا. هحطها طبعا في التلاجة. يا ريت ما تنسينيش من اللايك، لما تشوفي كلمة اشتراك المكتوبة الأحمر تدوسي عليها عشان يوصل لك كل جديد بعمله، تدوسي على الجرس كمان أول ما يظهر لك. أجمل تشيز كيك مع صوص المانجا اللي عملناه على ايدينا، ومع الفراولة، ولا أجمل ولا أروع من كده. بالهنا والشفا مع أكله بس مع هويدا. أجمل تشيز كيك عملناها مع بعض.